السلام عليكم. سمير الوفي صحفي تونسي، إعلامي تونسي، وجه تلفزيوني معروف في تونس. عنده واحد الصفحة في الفيسبوك، هذه واحد 4 أيام تدوينات مورا تدوينات يتهجم فيها، يتهكم على الركراكي، كيتشفى وليد الركراكي. الأمر يتعلق حسب ما يقوله هو بتصريحات نتاع وليد الركراكي في الندوة الصحفية حين أجاب على السؤال ديال ذاك الإعلامية على الخروج نتاع مصر وعلى البقاء نتاع المغرب، واش كيمثل العرب في إفريقيا. فأجاب الركراكي أن المغرب كيمثل المغرب، المنتخب المغربي لا يمثل إلا المغرب، وأنه ما كيمثلش العرب. هذا العنوان العريض نتاع الجواب ديال الركراكي. لكن قبل ذلك قال بأنه حزين لخروج المنتخب المصري، وقال أنه فرحان لفوز المنتخب الكونغولي. إذن السؤال كان عنده علاقة مع الخروج نتاع المنتخب المصري بالأساس، ولكن هذا الإعلامي هذا لسبب أو لآخر نقدروا نهضروا عليه من بعد، لقاها فرصة باش يتهجم على الركراكي، يشكك في الانتماء ديالو، سماه بالأجنبي، سماه بالمتنصل من العروبة، يعني المنطق القذافي الصدامي العفلاقي الناصري مازال كاين في تونس للأسف الشديد. وتم استغلال هذا الشيء من طرف هوكيستان، من طرف النظام العبيط، باش يوقع واحد الهجوم على الركراكي، التأليب نتاع الرأي العام، لا في الجزائر ولا في تونس ولا في مصر ولا ضد الركراكي، مستغلين هذا التصريح هذا. خليونا مع سمير الوفي هذا العبيط، ودعني أقول لك يا سمير الوفي أنت عبيط معلب، رأس مكعب، ما فيهاش نقاش من الآخر. علاش؟ قبل ما نشرح لك السياق نتاع الجواب ديال الركراكي الذي كان واضحا والذي كان منسجما جدا، أولا مع نفسه، مع تصريحاته السابقة، مع الدور نتاع المنتخب المغربي، مع الدولة المغربية والسياسات نتاعتها. قبل ما نشرح لك هذا الشيء أيها العبيط الغبي المكعب المعلب، دعني أقول لك، وغادي نبدأ من واحد التدوينة نتاعتك، وأنت الذي تباهيت بأن تدوينتك حصلت على جيمة وجدوغات تقدر ب 47,000. شوفوني 47,000 بالله عليك، إعلامي وجه تلفزيوني يتباهى ب 47,000 كرقم ديال التفاعل. إذن هذا هو الغرض اللي كان عندك. الغرض هو أنك تدخل في نقاش بوليميكي وتفاخر بردود الأفعال ديال المغاربة، وقلتها الجزائريين. وهنا أنا أسطر، ما دخل الجزائريين وما دخلك أنت كتونسي في الأمر، في الوقت الذي كان يفترض أن المصريين، الإعلاميين المصريين، هما اللي يتساءلوا أو في أقصى تقدير يطلبوا توضيحات أو يناقشوا تصريحات نتاع الركراكي، لكنهم لم يفعلوا ذلك. تفهموا الأمر، وانا شفت عدد نتاع البلاطوهات إعلاميين مصريين عطاو الحق للركراكي وقالوا بأن السيد كان موضوعيا جدا في إجابته، لأنه لم يفضل منتخبا على منتخب داخل إفريقيا. قال أنا حزين لمصر ولكني فرحان للكونغو. ما علينا. جبتي واحد الصورة نتاع الركراكي في واحد الماتش ديال المنتخب المغربي مع المنتخب التونسي، ورحت تتهكم على الوضعية نتاع الركراكي بالهدف نتاع سانتوس، وتحدثت في التدوينة عن العروبة والعربية، ووصفت الركراكي بالأجنبي. وأنا هنا أتساءل، إذا كان الركراكي أجنبيا، هل سانتوس تونسي؟ هل سانتوس عربي؟ متى كانت العرب تسمي سانتوس أو كلايتون؟ ونحن نعرف جيدا السياق الذي تم تجنيس هاد اللاعبين فيه.
صار سانتوس عربيا وتتفاخر بعروبته وتنزعها على الركراكي الذي لا يتعلق الأمر في تصريحه لا بعروبة وغير عروبة لا شخص ولا دولة ولا شعب. الأمر يتعلق يا عبيط يا غبي يا معلب يا مكعب، يتعلق بانتماء إفريقي وبلعبة إفريقية داخل اتحاد إفريقي. كل دولة فيه تمثل نفسها، لا تمثل انتماءات عرقية ولا لغوية ولا دينية. يا عبيط يا غبي. نعرف جيدا أن ثمة عدد كبير من الدول تتحدث السواحلية. متى رأيت وسمعت يوما صحفيا أو مدربا يقول أنه يمثل السواحليين في كأس إفريقيا؟ الموزمبيق وتنزانيا أعتقد وعدد من الدول في الشرق الجنوبي نتاع إفريقيا. متى سمعت يوما أنهم يتحدثون بالقومية السواحلية في مقابلات لكرة القدم الإفريقية في محفل إفريقي تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف؟ هذا المرض نتاع العروبة للأسف انقرض في عدد من الدول نتاع شمال إفريقيا، ولم يبقى إلا عند أزلام العروبيين من أمثالك. كاين شي حاجة سميتها الألعاب الفرنكوفونية. هل تونس وهي تلعب في الكان تمثل الفرنكوفونيين؟ وهي المنضوية في هذه الألعاب الفرنكوفونية ومنضوية في المنظمة تاع الفرنكوفونية. هل تونس وهي تلعب في الكان تمثل الفرنكوفونيين؟ ونحن نعلم أن عددا كبيرا من التونسيين نسبة عالية جدا يتحدثون الفرنسية كما يتحدثون العربية، لأن الانتماء ديال إلى العربية في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي الدول نتاع شمال إفريقيا هو انتماء على المستوى الحديث. فأنا عربوفوني ولست عربيا. أما إذا كنت ذات يوم اقتنعت بالخطاب القومجي القدافي الناصري العفلقي الصدامي فهذا مرض لحسن حظ عدد كبير من الشعوب تخلص منه الكثير من المنتمين لهذه المنطقة تاع شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بقوا بعض الأذناب والأزلام بحالك. دعني أقول لك أيها العبيط الغبي على أن الركراكي حين قال أن المنتخب المغربي لا يمثل إلا المغرب لأن الدول المشاركة في الكان لا تمثل إلا نفسها، وباقي الدول هي على نفس المستوى من الاحترام الواجب تجاهها. داك الشيء علاش قال يا غبي يا عبيط فرحت لفوز المنتخب الكونغولي، لأننا يجب أن نفرح لكل منتخب فاز ونأسف لكل منتخب خسر. هكذا يتحدث العقلاء الذين ينسجمون جدا بين ما يقومون به، ما يصدرونه من تصريحات وما يسجلونه من مواقف في الواقع. وهذا ما حصل في كأس العالم حين كان المغرب وصل إلى مستويات متقدمة في هذه الإقصائيات. كان الركراكي يقول نحن هنا نمثل إفريقيا لأن المغرب فاز باسم إفريقيا. 5 دول إفريقية تأهلت في إقصائيات إفريقية وخدوا التمثيلية نتاع إفريقيا: المغرب، تونس، السنغال، الكاميرون ودولة أخرى نسيتها. يمثلون إفريقيا. ما كاينش قارة سميتها العرب حين يتعلق الأمر بإفريقيا. أما الانتماء إلى الجامعة العربية أو ما تحدثت عنه في تدوينة أخرى على الألعاب العربية ولا كأس العرب فمثله مثل الألعاب الفرنكوفونية يا عبيط يا غبي. المنتخب المغربي قد يلعب الألعاب الفرنكوفونية ويلعب الألعاب العربية ويلعب الألعاب الإفريقية، لأن الانتماءات يا غبي يا عبيط متعددة في هذا البلد السعيد.
دعني أشرح لك مرة أخرى ونقطة أخيرة، أن الركراكي ومعه لقجع كرئيس للجامعة الملكية لكرة القدم في هذه المحافل يقدمون صورة المغرب، يقدمون الوجه الرياضي لسياسات الدولة المغربية المنسجمة في كل اختياراتها. ومن بين الاختيارات يا غبي يا عبيط هي تلك الاختيارات ديال الانتماء الإفريقي، الاشتغال مع إفريقيا، الشراكات مع الدول الإفريقية. وهذا ما انزعجتم منه في عدد من البلاطوهات التونسية. أما الجزائرية خلاص، يعني تجوزوا بعقود وعقود، وهم الآن يحاولون تدارك الأمر، لكن هيهات اللي عطى الله عطاه. المشاريع المغربية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى البنى التحتية وعلى مستوى كل المشاريع الاستراتيجية نتاع الدول الإفريقية، المغرب صار شريكا فيها. لماذا؟ لأنه آمن بانتمائه الإفريقي ولم يتنصل منه يوما، وفي كل فرصة يعززه أكثر وأكثر. هذا الانتماء المغربي لإفريقيا بمنطق الجغرافيا وبمنطق التاريخ وبمنطق الواقع. وأنت للأسف الشديد، وهذا ما لا أريد الخوض فيه، حاولت أن تكون الفم التي تلوك الشوك عوض النظام الهوكستاني العابط. وأنا هنا سأتهمك بشكل صريح أنك يعني تخدم الأجندة الكبراناتية الجزائرية في تونس. ماشي أنت الوحيد، كاين آخرين وتبعناهم وسمعناهم وشفناهم. فالله يعاون، أردت أن تبيع ذمتك وأن تشتغل لصالح الأجندة الكبراناتية العسكريطارية الجزائرية، هذا شأنك في تونس. وأتمنى من السلطات التونسية أن تأخذ بالها من كل هذا وذاك. الأمر صار خطيرا في تونس يا ابن عمي. احنا ما بغيناش نجيو نذكركم بما قاله تبون بخصوص تونس والتدخل ديالو السافر من إيطاليا في الشؤون الداخلية التونسية، وما نذكركمش بذاك البرلماني الذي قال أن تونس ولاية جزائرية، وما نذكركمش بالسياسة الإعلامية العبيطة نتاع الكبرانات التي تؤلب الجزائري العادي كسائح في تونس، والتصريحات التي تهين تونس والكرامة ديال التونسيين من داخل الجزائر في ميكروفونات وميكرو تروطوارات جزائرية وأخرى تونسية تلعب لهذا الغرض، الإهانة ديال التونسي من طرف الجزائريين. بغيناش نلعبوا هذه اللعبة هذه، ولكن دعني أذكرك بها. في الأخير أيها العبيط الغبي، دعني أقول لك على أن المغرب دار اختياراته، وأن وليد الركراكي في كل تصريحاته أولا منسجم مع نفسه وذاته، وثانيا منسجم مع الخطاب الرسمي نتاع الدولة نتاعتنا. وهذا ما يؤلمكم. وأتمنى فقط أن هذا الأمر عندك يكون فقط لجمع اللايكات والجردوغات والتباهي بها، لأن 47,000 أيها العبيط وأنت المتباهي بها، الناس راك تجمعها غير بوالو. أيا باي، سلامة، باي 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 باي.